ساعة واحدة قد تتحول إلى ليلة كاملة. هل أنت متأكد أنك ما زلت تتحكم؟ اكتشف معنا يا صديقي كيف يبدأ إدمان الألعاب الإلكترونية دون أن تلاحظ. مساء الخير، ورجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج نقطه التحول. والنهارده هنتكلم عن نوع جديد من انواع الادمان استكمالا للحلقات السابقه اللي احنا بنشرح فيها انواع الادمان الموجوده علشان الاهالي تبتدي تاخد بالها من ذويها. النهارده هنتكلم على ادمان الالعاب الالكترونيه وهنقول اسبابه واعراضه وبعض الحالات وكيفيه حتى علاج هذا الادمان. طب الاول، ما هو ادمان الالعاب الالكترونيه؟ هو سلوك قهري يتميز بالاستخدام المفرط لالعاب الفيديو جيم، سواء على اجهزه الكمبيوتر او حتى على الجوالات او حتى على اجهزه الالعاب الخاصه بهذه الالعاب. وده بيأثر على الحياه الاجتماعيه للفرد، بيأثر عليه في شغله وفي حياته الاجتماعيه، وبيأثر عليه حتى في طريقه تفكيره. ومؤخرا منظمه الصحه العالميه ادرجت ادمان الالعاب الالكترونيه ضمن السلوك الادماني في سنه 2018 لخطوره هذا النوع من انواع الادمان، لانه في الفتره الاخيره انتشر بشكل كبير جدا بين فئه الشباب. طب ايه اسباب ادمان الالعاب الالكترونيه؟ اول حاجه معانا هنقول وهي التصميم الجذاب لهذه الالعاب. دايما ما تخش على لعبه فيديو بتلاقيها مصممه بشكل جذاب جدا بيجذب الناس اللي هي تلعبها، علشان كده دي من ضمن الاسباب اللي بتخلي اي شخص يدمن هذه الالعاب. تاني سبب معانا وهو الهروب من الواقع. دايما هتلاقي اكتر الناس اللي بتلعب الالعاب الالكترونيه بتهرب من الواقع بتاعها، سواء كان في مشاكل او عندها قلق او عندها اكتئاب، فبتلجأ اللي هي تبتدي تلعب العاب الكترونيه، وبيبتدي الموضوع يقلب معاها من مجرد لعب الى ادمان. ثالث نقطه وهي شعور الشخص بالانجاز. يعني الالعاب الالكترونيه بتحسسه اللي هو عمل انجاز، لان بيبقى فيها مستويات، طلع من مستوى لمستوى بتبتدي اللعبه تديله مكافاه، وده بيخليه يفرح، لان احيانا بيكون هو فاقد لتحقيق اي انجاز في حياته الطبيعيه، فما بيلاقيه في العاب الفيديو جيم ده بيخليه مشتاق اللي هو يلعب اكتر، وبيخليه مدمن على هذه الالعاب بحكم الانجاز اللي هو بيحسه اما بيطلع من مستوى لمستوى او المكافاه اللي اللعبه بتديها له. النقطه الرابعه وهي التفاعل الاجتماعي الافتراضي. بمعنى الشخص وهو بيلعب في الالعاب الفيديو دي، في بعض الالعاب بتعتمد على وجود فرق وبيتم بينهم تواصل وبيتم بينهم تنسيق علشان يلعبوا اللعبه دي مع بعض. احيانا الشخص بيكون فاقد للتواصل ده في بيئته الحقيقيه او على ارض الواقع، اما بيلاقيه خلال العاب الفيديو جيم ده بيحببه اكتر في العاب الفيديو جيم وبيخليه مدمن عليها. خامس نقطه وهي قله الرقابه الاسريه. يعني الاسره ما بتراقبش اولادها وهم بيلعبوا هذه الالعاب، ما بتشوفش الوقت اللي بيقعدوه قد ايه على هذه الالعاب. ده بيساعد ان الشباب او اللي بيلعب هذه الالعاب بيستمر لاوقات طويله جدا بيلعب هذه الالعاب بحكم اللي ما فيش رقابه من اسرته. واللي انا عاوز اقوله لكم حاجه كمان، اللي دلوقتي الاسر ما بقتش فعلا تهتم بمدى الوقت اللي ذويها بتقعد عليه على اجهزه الجوال. حتى الاطفال الصغيره، اي ام عشان تريح دماغها الطفل بيصرخ، الطفل بيعيط، اديله الجوال يلعب عليه. يعني حتى الاسر بقت مشتركه بشكل او باخر في تعزيز ادمان الالعاب الالكترونيه وهي مش واخده بالها. فدي نقطه مهمه لازما ننتبه ليها علشان نتفادى مستقبلا اللي احنا يكون عندنا فرد من افراد العيله مصاب بمرض ادمان الالعاب الالكترونيه. طيب دلوقتي احنا قلنا اسباب ادمان الالعاب الالكترونيه. طب ايه اعراض اللي بتظهر على الشخص المصاب بادمان الالعاب الالكترونيه؟ اول حاجه هنلاقي اللي هو شخص منشغل جدا عن الناس اللي حواليه، بحكم اللي هو بيقضي اوقات كتيرة جدا يلعب فيها الألعاب الإلكترونية، أو بمعنى أصح عنده انشغال دائم بألعاب الفيديو جيم. تاني نقطة وهي فقدان السيطرة. بيفقد السيطرة على نفسه وبيفقد السيطرة على تحديد وقت يقعد يلعب فيه هذه الألعاب. هتلاقيه بيقعد فترات طويلة جدا بيلعب الألعاب الإلكترونية سواء على الكمبيوتر أو على الجوال، لأنه فقد السيطرة حتى على طريقة تفكيره. ثالث نقطة وهي العزلة الاجتماعية. هنلاقيه معزول عن المجتمع اللي حواليه، معزول عن أسرته، معزول عن أصحابه، معزول عن أي حاجة، لكنه مش معزول عن ممارسة هذه الألعاب. النقطة اللي بعد كده تراجع أداء الفرد سواء في الدراسة أو في العمل. يعني الشخص المصاب بمرض إدمان الألعاب الإلكترونية هتلاقيه دايما متأخر في دراسته، ده نتيجة اللي هو بيكون مشغول بالألعاب وليس مشغول بالتحصيل الدراسي بتاعه. طب لو الشخص بيشتغل هتلاقيه دايما شخص معرض للجزاءات في الشغل، شخص مقصر في الشغل نتيجة انشغاله بالألعاب الإلكترونية وما بيكونش بيفكر في الشغل بتاعه. النقطة رقم 5 وهي إصابة هذا الشخص بالتوتر والقلق
لو فكر يبطل ممارسة هذه الألعاب. النقطة رقم 6، دايما الأشخاص المصابة بمرض إدمان الألعاب الإلكترونية عندهم اضطراب في النوم نتيجة سهره لساعات طويلة جدا علشان يمارس هذه الألعاب. يعني هتلاقي الشخص ممكن يقعد على الألعاب بالليل 3-4 ساعات، 5-6 ساعات، 7-6 ساعات، في النهاية ما بياخدش راحته من النوم، عشان كده بيصاب باضطراب النوم. النقطة رقم 7 اللي احنا دايما هتلاقي هذا الشخص مصاب بأمراض صحية مثل الصداع، آلام الظهر، حتى مرض السمنة نتيجة عدم الحركة كتير. دايما هتلاقيه قاعد بيمارس الألعاب الإلكترونية ما بيتحركش، ده بيساعد لجسمه يسمن. دايما هتلاقيه شخص عنده صداع بشكل مبالغ فيه، هتلاقي آلام ظهر غير منطقية. ليه؟ لأنه طول الوقت قاعد على كرسي، ممكن يقعد على كرسي 6-7 ساعات، ده بيسبب آلام جامدة جدا للظهر. ودلوقتي هنتكلم على أوجه التشابه بين إدمان الألعاب الإلكترونية وإدمان المخدرات. هنلاحظ إن الاثنين بيشتغلوا في دماغ الإنسان على مركز المكافأة، مما بيساعد على إفراز مادة الدوبامين بشكل مبالغ فيه، وده اللي بيساعد على السلوك القهري اللي احنا بيبقى عندنا استعداد اللي احنا نجرب التجربة دي تاني علشان نحصل على كمية السعادة اللي احنا وصلنا لها في أول مرة. وده اللي بيخلينا نفضل نستمر سواء في إدمان المخدرات أو إدمان الألعاب الإلكترونية. طب تاني حاجة بتأثر عليها، أو تاني حاجة التشابه بين إدمان المخدرات وإدمان الألعاب الإلكترونية، هي الاثنين بيوصلونا للعزلة الاجتماعية في الآخر. مدمن المخدرات بيبتدي ينعزل ستيب باي ستيب عن المجتمع اللي حواليه، وايضا مدمن الالعاب الالكترونيه بيبتدي ينعزل عن المجتمع اللي حواليه ستيب باي ستيب. وايضا الاثنين بيشتركوا اللي هم بيدمروا كل العلاقات اللي عند الشخص في الحياه بسبب انعزالهم الاجتماعي عن محيطهم. وهنلاقي الاثنين ايضا بيشتركوا في تدمير سواء الدراسه او العمل وتضييع الوقت. والنقطه الاخرى اللي هم الاثنين بيشتركوا فيها، سواء مدمن المخدرات او مدمن الالعاب الالكترونيه، دايما هنلاقيه عنده حاله من القلق والاكتئاب والتوتر لو فكر اللي هو يوقف استخدام المخدرات او فكر اللي هو يوقف لعبه لهذه الالعاب. علشان كده بنقول ادمان الالعاب الالكترونيه لا يقل خطوره عن ادمان المخدرات بالظبط. وفي حالات شهيره جدا لادمان الالعاب الالكترونيه. يعني مثلا سنة 2005 في شاب من كوريا الجنوبية بسبب إدمانه للألعاب الإلكترونية توفى ليه؟ لأنه لعب ألعاب فيديو جيم لمدة 50 ساعة متواصلة. في الآخر جسمه انهار وأدى إلى الوفاة. طب الحالة الثانية واللي هي المعروفة بأول حالة إدمان ألعاب إلكترونية تدخل المستشفى، أو زي ما بيسموها أول حالة سريرية تدخل إلى المستشفى بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية، وهي كانت لشاب من أسبانيا عمره 18 سنة. والشاب ده كان بيلعب ألعاب فيديو جيم لمدة 20 ساعة يوميا بشكل متصل. كان نتيجة استمراره اللي هو يلعب لمدة 20 ساعة يوميا اللي هو أصاب بالاكتئاب، أصاب بالغضب، جسمه أصبح ضعيف جدا، ما بقاش ياكل، ما بقاش يشرب، لحد ما عيلته لجأت اللي هي تدخله المستشفى علشان يتعالج. ودي معروفة بأنها أول حالة سريرية تدخل إلى المستشفى لتلقي علاج طبي نتيجة إدمانه للألعاب الإلكترونية. طب دلوقتي إيه العلاج أو طرق العلاج بالنسبة للشخص المدمن الألعاب الإلكترونية؟ أول حاجة معانا اللي هو لازما يعترف إنه عنده مشكلة مع الألعاب الإلكترونية، والمشكلة دي مأثرة على حياته. هو لازم يعترف بكده، وايضا اسرته لازم تعترف بكده وما تقولش هو بيلعب جيمز وخلاص. تاني حاجه معانا اللي احنا ممكن نبتدي نحدد وقت ممارسته هذه الالعاب الالكترونيه. يعني مثلا بدل ما بيلعب 10 ساعات، لا نبتدي نقللهم 8 ساعات، بعد فتره 6 ساعات، بعد فتره 4 ساعات، لحد ما ننزل لادنى مستوى يمارس فيه هذه الالعاب الالكترونيه. ثالث نقطه معانا وهي البحث عن البدائل. يعني ايه البحث عن البدائل؟ اللي احنا بنحاول نوجهه اللي هو يشوف حاجه تانية غير ممارسته للالعاب الالكترونيه. يعني ممكن يروح يمارس رياضة، ممكن يتعلم الرسم، ممكن يتعلم العزف على الآلات الموسيقية علشان يبتدي يضيع وقته في حاجة مفيدة بدل ما هو بيضيعه في ممارسة الألعاب الإلكترونية اللي بتؤدي إلى إدمانه لهذه الألعاب. النقطة رقم 4 في العلاج اللي احنا بنبتدي نعمل له تعزيز للواقع الاجتماعي بتاعه أو تعزيز للتفاعل الاجتماعي بتاعه. يعني بدل ما هو بيتفاعل مع ناس من خلف الشاشات داخل لعبة إلكترونية، لا احنا بنحاول نخليه يمارس النشاطات الاجتماعية مع أسرته وأصدقائه على أرض الواقع. النقطة رقم 5 في العلاج اللي احنا بنساعد الأهل تشترك مع ذويهم في بعض الألعاب. ليه؟ عشان الأهل تبقى تتابع إيه اللي بيحصل، وأيضا تتحكم
في الوقت اللي ذويهم بيقعدوا فيه على الالعاب الالكترونيه، وايضا يكون عندهم خبره ازاي يتعاملوا مع ابنهم لو طول الوقت بتاعه على الفيديو جيمز او ممارسته للالعاب الالكترونيه. النقطه رقم 6 اللي احنا بنحاول نلغي المحفزات. ايه الغاء المحفزات دي؟ اللي احنا نبتدي نشيل الالعاب الالكترونيه من على اجهزه الجوال او من على اجهزه الكمبيوتر او اي حاجه بتخليه يفكر اللي هو يروح يلعب هذه الالعاب. النقطه رقم 7 في العلاج اللي هو اخيرا ممكن يلجا الى متخصص يساعده في العلاج عن طريق تغيير هذه السلوكيات الإدمانية إلى سلوكيات صحية. ودايما زي ما بقول لكم أي حاجة في الإدمان سهل اللي هي تتعالج لو إحنا لجأنا إلى الطريق الصحيح واتكلمنا في المشكلة اللي عندنا ولجأنا إلى متخصص. كان معكم وليد خطاب، Addiction Recovery Coach.